اكتر حاجه بتوقف البني ادم في الحياه ان هو يعمل الشغل المطلوب منه او الاعمال المطلوبه منه، وانا مش بتكلم عن الاعمال اللي هي اهدافنا وانجازاتنا بس، ده حتى الاعمال اليوميه، تنظيف البيت، تربيه الولاد، الشغل الصبح، ان انا اقوم اصحى بدري، ان انا انام في مواعيدي، دي كلها حاجات مطلوبه مننا عشان تستقيم الحياه بتاعتنا. فاحنا اوقات ما بنعرفش نعمل الحاجات دي بسبب مشاعرنا، يمكن هو ده السبب الاكبر اللي بيوقف كل الناس. نفسيتي مش متظبطه، اصل انا مكتئب، اصل انا حزين، اصل انا خايف. مشاعر، كلها مشاعر. لذلك وده على فكره من الطبيعه الانسانيه، يعني احنا كلنا كبشر اللي بيوقفنا هو مشاعر بتجيلنا بتدربكنا. يعني مش انا بس اللي بحس كده ولا انت بس، لا ده احنا كلنا بنتشارك في هذه الصفه الانسانيه. لذلك سبحان الله في فصل عندنا في علم النفس بنسميه فصل التعامل مع الانتكاس، لانه هو شئت ام ابيت حضرتك هتنتكس. هتيجي عليك وقت بعد ما خلصت العلاج بتاعك وبقيت حاسس ان انت كويس والحياه مزدهره هتنتكس. وفي الدين نفس الكلام، في حاجه اسمها كيفيه التعامل مع الانتكاسه، لان الانسان مهما كان متدين، مهما كان علاقته بربنا، الا انها هتجيله لحظه فتور، لحظه انطفاء. والسر والشطاره اللي بتخلينا ساعات نبص على الناس، ايه ده، هو الناس دي ما بتقعش خالص، ايه ده هي الناس دي جامده جدا. لا، هي الناس دي مش جامده جدا، الناس دي عندها سر، وهي كيفيه التعامل مع الانتكاس، فن التعامل مع الانتكاس والاحباط والنفسيه والمشاعر السلبيه اللي بتوقفنا. والنهارده عايزه اقول لكم كلام اللي بيتقال عن الموضوع ده. احكي لكم كده حكايه صغيره عني وعن كذا حد من الكلاينتس اللي انا بقعد معاهم في الجلسات. خلاص هتفهمكم باختصار ايه هو السر ده عباره عن ايه، وكده نرجع نفسر فيه. انا كنت زمان لما بمشي في اي اهداف او امشي في اي حاجه في حياتي في العموم، خلاص بتجيلي حاله من حالات الايه، الانتكاس او الفتور ديت اللي انا بقول عليها. فكان تعاملي معاها كان بيخليها تطول معايا جدا، وده كمان اللي لاحظته مع الناس اللي بيتابعوا معايا، ان هم طريقتهم في التعامل مع الانتكاس بتخليهم تطول قوي. فساعتها قلت لنفسي، طبعا بعد يعني علم وسمع حاجات كتير، انه لازم يكون عندي انا خطوط حمراء ما بتجاوزهاش في وقت الانتكاس. الخطوط الحمراء دي هي دايما اللي هترجعك بسرعة على التراك بتاعك، هترجعك دايما على طريقك بسرعة. اللي هي ايه الحاجات دي؟ هفترض مثلا يعني ان كل واحد برضو عنده خطوط حمراء في حياته، مش كلنا زي بعض. بس انا اخدت الخطوط الحمراء بتاعتي دي من الدين. كان في حديث للنبي عليه الصلاه والسلام كان بيقول ايه، كان مره حد قاله لي وعمل لي ساعتها برضو شوك كده، ان لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته الى سنتي خلاص، الى الله ورسوله خلاص، فقد اهتدى، ومن كانت الى غير ذلك فقد هلك. فلما جيت كده بقى اقعد عايزه اطبق الحديث ده على فتره الانتكاس، خلاص لقيت ان لازم يكون عند كل واحد فينا خطوط حمراء دينيه لا يتجاوزها، فبالتالي هيرجع على التراك بسرعه. مثال بسيط جدا، انا دلوقتي لا انا قادر اشتغل على اهدافي، ولا انا قادر اصحى الصبح بدري، ولا انا قادر مش عارفه اعمل اربي ولادي بالتربيه اللي انا عايزها، ولا قادر اروق بيتي بالترتيب اللي انا عايزه، والاهداف الكبيره اللي انا حاططها مش عارفه اشتغل عليها خالص. مش مشكله، ده ينطبق عليه ايه؟ ان لكل عمل فتره، لكل عمل ليه شرة، بعد كده بيفتر. يعني ايه الحديث اصلا عشان افهمه لكم؟ ان اي عمل في الدنيا بيجي لك فيه شراهه شديده في العمل في البدايه، وحماس شديد انك تشتغل عليه. بعد فتره من العمل بهذه الحماسه والقوه بيجيلك حاله من الانطفاء، فتور، والله العظيم ما قادره اقوم من مكاني. ده طبيعه الاعمال في الحياه. فالرسول بيقول اللي بيكون فتره الفتور دي بيرجع فيها لسنتي، بيرجع فيها للدين، بيلتزم فيها بالخطوط الحمراء الدينيه، خلاص فقد اهتدى، بيرجع تاني، بيهتدي تاني، ربنا بيرزقه الهدى مره تانيه، فيشوف الطريق كويس ويمشي فيه تاني. فانا ساعتها قلت ايه، طيب اكيد في خطوط حمراء، طب ايه هي الخطوط الحمراء اللي ما ينفعش نتجاوزها واحنا في حاله من الفتور الشديد؟ كل واحد عنده خطوط حمراء بالنسبه له ما يعرفش يتجاوزها. خلينا ندي مثال بسيط على الخطوط الحمراء دي، الصلاه.
ما ينفعش وانا عندي حاله من الفتور واليأس والانتكاس اسيب دي كمان، لا انا لازم اثبت على دي بالذات، الصلاه. طيب فانا بقى هنرجع بقى في القصه. وانا قاعده بقى مع الكلاينت ساعتها ديت، فانا نتكلم طب انت ايه الحاجات اللي نفسيتك بتستقيم بيها لما بتعمليها، نفسيتك بتبقى كويسه جدا حتى وانت في حالات الازدهار او حالات الانتكاس. فبتقول لي مثلا الصلاه، لما بواظب على صلاتي، لما بقول اذكار الصباح والمساء حلو جدا، لما بشتغل الاعمال بتاعتي، لما بقى عندي اخر اليوم الوقت الاستمتاع بتاعي، لما بقى فيه وقت لنفسي، وقعدت تعد حاجات كتير. فقلت لها طيب لازم نختار من الحاجات اللي انت قلتيها دي، اللي هو اليوم بتاعك المثالي الجميل اللي بيتكون منها حاجات معينه لو انت في اشد حالات المرض والتعب والانهاك برضه هتعمليها، لان عارفه ان من غيرهم حياتك هتبقى من سيء لأسوأ. فاختارت كذا حاجه. اختارت ساعتها الصلاه، انه طبعا انا هصلي مهما كان الامر. 2 هقرأ سورة البقرة. 3 هقول اذكار الصباح والمساء، وهكتفي بال3 دول. وساعتها رابع حاجه انها هتنزل تمشي، انها يعني تنزل من البيت، مش هتقعد في البيت، هتنزل. اتفقنا على 4 حاجات دول خلاص. وفعلا بعد فتره من الازدهار اللي كانت فيها جالها حاله من حالات الانتكاس، اللي هو حرفيا بتحكي لي بتقول لي انا خلاص بدات الاحظ ان انا في حاله من الانحدار. سبحان الله، الانسان لما بيقعد يعمل جلسات او يقرا في علم النفس او يتابع ويقوي نفسه، بيبدا يلاحظ انماطه، بيبدا يلاحظ نفسه. فهي بتقول لي بدات الاحظ نفسي ان انا قربت على، وفعلا بعد فتره شويه من الزمن جالها حاله الانتكاسه دي. كانت بتقول لي خلاص الدنيا بالنسبه لي سودة، مش شايفه اي حاجه غير لون اسود. فقالت لي ساعتها فتحت الكشكول اللي بينا وبدات اقرا احنا اتفقنا على ايه. خلاص، محاوله بائسه يائسه، بس عشان احنا اتفقنا سوا فانا هعملها. صحيت من النوم خلاص، ما لحقتش الفجر يعني، فصحيت متاخر، صلاه الصبح، وبتقول لي خلاص احنا اتفقنا على بعض الحاجات. فانا ممكن اكرر الكلام لان جالي اتصال قفل الفيديو، فمش فاكره انا قلت ايه قبل كده. المهم نكمل. ففتحت الكشكول ولقيت ان احنا متفقين على بعض الحاجات، فصلت عندي صلاه بتاعت الصبح. قالت لي مش قادره بقى، حسيت بتقل، مش قادره اقرا سوره البقره دي، صعبه وطويله وكده. وفضلت مأجلاها، وفضلت نايمه على السرير، ما بتعملش حاجه خالص، نايمه على السرير. بس عماله تفتكر بتقول لي عماله افتكر الكلام اللي بينا، يعني عايزه احاول اطبقه، عايزه اشوف، مع اني كنت يائسه جدا. المهم يعني حاولت مع نفسها، وجت صلاه الظهر، جت صلاه العصر، صليتهم عادي، وهي برضو ترجع تنام على السرير تاني. وطبعا الافكار عماله تودي وتجيب فيها، افكار سيئه للغايه. المهم بدات تقرا سوره البقره، قالت هقراها، مع ان هي كانت تملكها اليأس ساعتها، وقراتها، خلصتها. بعد كده جالها تليفون من حد من صحابها، ما تيجي ننزل نخرج، مش عارفه. تقول لي انا ماليش نفس، والنوم كابس عليا، وتعبانه مش قادره، بس قلت خليني البس وانزل بدل قعده البيت مش اكتر. تقول لي خرجت، ما كنتش سعيده على الاطلاق، ولا قادره اضحك ولا قادره اتكلم، وطول ما انا قاعده عماله اتوب نفسي انام، عايزه اروح البيت انام، مش عايزه اعمل حاجه تانية. وبتقولي بس خرجت واتمشيت واكلت حاجه ورجعت. بتقولي رجعت، كان بقى صليت العشاء. بعد كده عملت تاني؟ بس هي الحاجات دي، الصلاه وسوره البقره، وخرجت شويه ورجعت. حلو. وبتقولي كانت السبحه في ايدي، كنت بقول يعني بسبح كده، مش ارقام معينه، بس كنت بقول اي حاجه يعني، بصلي على النبي ساعتها وخلاص. بتقولي انا صحيت تاني يوم وكأن شيئا لم يكن. الحقيقة استوقفتني ساعتها. قلت لها هو انا اصلا قلت لها الكلام ده عشان ساعتها انا بطبقه. فقلت لها لا احكي لي بقى، هو يعني كأن شيئا لم يكن. قالت لي انا صحيت تاني يوم بجد كأني ما مرتش باليوم ده، كأن الله سبحانه وتعالى بدل حالي من حال الى حال. انا كنت اللي هو واحده حاسه ان انا ميته اكلينيكيا، لتاني يوم الصبح انا حاسه ان انا فريش، قلبي منتعش، عندي قابليه للانبساط والضحك، وان انا ممكن اعمل حاجه. طاقتي مش مليون، بس نفسيا قلبي انشرح بعد ما كان قلبها
كولابس، مفيش، ما بيتنفسش. فهي دي النقطة بقى. فالحديث ده يا جماعة تحطوه حلقة في ودنكم، هو ده اللي دايما هيخرجك من وقت الانتكاسات. لما تكون في حالة فتور وتتمسك بالخطوط الحمراء اللي بينك وبين ربنا في الوقت ده، او بمعنى اخر لما تكون في حالة الانتكاس دي، سيبك من كل الاعمال الدنيوية، سيبك من كل الاهداف اللي انت ماشي فيها، وتمسك فقط بحبل الله. لو في صلاة صليها، وتقدر تقوم تصلي ركعتين وتعيط لله سبحانه وتعالى، قوم عيط. افتح المصحف واقرأ فيه، امسك السبحة واذكر الله سبحانه وتعالى بأي ذكر، بأي حاجة. خلاص، الحاجات دي استمرارك عليها يوم أو 2 أو 3 هيرجعك حقيقي للتراك مرة تانية. وده أصلا يعني عملا بقول الله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. أنا عملت ذنب، عشان خاطر الذنب ده يتمسح اتبعه بحسنة. ما ضاعت عليا صلاة، خلاص كده هقعد بقى اعيط انا ضاعت عليا صلاة؟ لا، هروح اصلي عشان الصلاة دي هتمسح الذنب اللي انا اقترفته من شوية. انا متخانقة مع حد، خلاص رحت جبت له هدية، الحسنات يذهبن السيئات، الهدية اللي انا جبتها دي مسحت الموقف القديم اللي بينا. انا بربي ولادي تربية غلط، بس انا احسن من النهارده. ان الحسنات يذهبن السيئات، التربية الصح اللي عملتها النهارده هتمسح اللي فات. انا بقالي 20 سنة او العشرينات كلها ضيعتها في ان انا ما بشتغلش على نفسي خالص. بدأت في الثلاثينات يذهبن العشرينات، الاربعينات يذهبن الثلاثينات. طول ما في بكرة، طول ما في النهاردة انا لسه عايش وبتنفس، فانا عندي قدرة لسه ان الحسنات يذهبن السيئات. عمل النهاردة هو اللي هيمسح امبارح. انما حالة الاستسلام للانتكاس دي حالة خطيرة. يعني اوعى تفتكر ان انا مش قادر حتى اقوم اصلي، ده كذب، ده كذب شديد. بمعنى ايه كذب شديد؟ اقصد اقول الشيطان بيضحك عليك ساعتها ان انت مش قادر حتى تقوم تعمل حاجة. يا سيدي انزل اتمشى في الشارع، انزل اتمشى. لكن حالة السكون ديت بتخلي الحالة تتفاقم اكتر. ليه؟ اصل انت مش بتفضل في حالة من السكون الجسدي فقط وخلاص خلصنا هنقول ماشي. حالة من السكون الجسدي، بس حالة من ايه؟ من الكلاب السعرانة في الدماغ، وافكار لا تنتهي تفضل تحاوطك وتخنقك لحد ما انت، لو انت مثلا -3 بتبقى -20، بتفضل تنحدر. فمهما كانت حالتك سيئة في اللحظة دي لازم يكون عندك خطوط حمراء انت متمسك بيها، لان والله هي دي المخرج. افتكر مرة برضو حد قال لي كنت في حالة مش كويسة كده، فقال لي ايه؟ كل ما تتعبي زودي اورادك اكتر. يعني كل ما تحسي انك في حالة سيئة نفسيا عمليا جسمانيا ايا كان، زودي اورادك اكتر، زودي الشيء اللي بتعمليه اكتر. وكان يقصد هنا في اورادي، اقصد بيها الاوراد الدينية اللي هي برضو التسبيح او الذكر، قراءة القرآن، الصلاة، ايا كان. زودي وردك شوية. لما تزودي ورد شوية ربنا سبحانه وتعالى سبحان الله بيعينك، بيبث فيك القوة انك تتجاوزي هذه المرحلة. سبحان الله القلوب بتصدي من قلة القرب من ربنا. وانت مش بتمشي لله سبحانه وتعالى ولا حتى في الحياة الا بقلبك، مش بجسمك خالص. بنشوف ناس ضعيفة جسمانيا او ناس عادية جدا بس عندها همة ونشاط يهد جبال. تقول ازاي الهمة والنشاط دي طالعين من البني ادم ده؟ متعرفش ليه. هي مش بجسمه، هي بقلبه. فلو انت عايز قلبك يقوى، قلبك يتحمل، يكون عندك سعة صدر اكبر بكتير، يبقى لازم تقوي علاقتك بذكر الله سبحانه وتعالى، سواء بالاذكار او بقراءة القرآن. الحاجتين دول هيخلوك سبحان الله حاسس بسعة في صدرك. يعني افتكر مش عارفه ده حديث ولا كان ايه، ولا كان حاجه مأثوره عن السلف، بس كان ايه بيقول فيها ان القرآن، قراءة القرآن في البيت او في المكان اللي انت فيه بيخليك تحس بسعة في بيتك. يعني بيوسع، تحس ان بيتك كأنه فيلا واسع. ده تأثيره على الحاجة المادية. طب تأثيره على النفس من جوه ايه؟ بيخلي صدرك يتسع، ينشرح. يمكن هو ده السبب اللي خلاها لما هي قرأت سورة البقرة خلاها تاني يوم حاسه انها بتقولي قادره ان انا اضحك واتبسط، حاسه ان انا فريش. الكلمه دي بالظبط، حاسه ان انا فريش.
طب انا كلنا عايزين نكون فريش. طب ما نعمل ده، قلبنا مصدي ننضفه بعلاقتنا بالله سبحانه وتعالى، اللي هي بتتلخص في حاجات بسيطه: الاذكار، الصلاه، قراءه القران. خلي دايما عندك ورد ثابت بسيط عشان تعرف توصل بيه لله سبحانه وتعالى. يعني ليه بقول بسيط؟ لان الكتر وحش. الكتر دايما بيخليك توصل لمرحله الفتره، لان أنا كل ما بكتر قوي على نفسي الواحد ما بيستحملش، لان الواحد سبحان الله ups and downs في مشاعره، فانا مش هعرف دايما ان انا اواكب القوه اللي انا بقول عليها دي. لذلك خير الاعمال ادومها وان قل. يعني هو خليه قليل عشان حضرتك تداوم عليه. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه: سددوا وقاربوا. ما تبلغوش قوي في العمل اللي انتوا تعملوه في اليوم، فبحيث ان انتوا تنكسروا وتنتكسوا بسرعه. بالعكس، انت لما تكون في حاله الفتره، حاله الانتكاس، خلاص خلي اعمالك بسيطه. يعني سدد وقارب، حاجه بسيطه او اقل القليل اللي توصل بيه في اعمالك الدنيويه واعمالك الدينيه. طيب ده جزء من اللي احنا عايزين نتكلم فيه. الجزء الثاني او الشق النفسي شويه. دلوقتي انا ما ينفعش، يعني انا هحكي لكم عن نفسي. انا بدات الاحظ مع الوقت خلاص ان انا بعد فتره من العمل بقع، طب ليه ده بيتكرر؟ لقيت فيه عندي نمط معين من التفكير هو دايما اللي بيوقعني. النمط ده كان ايه؟ السرعه. انا بحب النتائج السريعه، عايزه بسرعه اوصل اللي انا عايزاه، ما عنديش صبر، ما عنديش حته الصبر دي خالص. فالحته دي كانت ايه؟ زي ما بتخليني اطلع بسرعه بتخليني انزل بسرعه. فمراقبتي للنمط ده من التفكير خلتني لا، اللي هو فترات الانتكاس تقل وتتباعد، او لما بنتكس بطلع منها بسرعه. ليه؟ لان خلاص عرفت ان النمط ده لما بروح له انا هقع خلاص، فبلحق نفسي. فالواحد لازم يكون عارف كمان، غير ان هو يعرف نمطه ايه الحاجات اللي بتدخلني في النمط ده. لما بشوف ناس معينه، لما بتبدا تحصل سيناريوهات معينه في دماغي، لما افتكر ذكريات معينه، ايه الحاجه اللي بتدخلني في النمط ده والحق نفسي منها. يعني هديكم مثال. كان في واحده بتكلمني بتقول لي بتتفرج على السوشيال ميديا كتير جدا، وده كان سبب من اسباب احباطها الخفي اللي هي مش عارفاه. فلما بدات تلاحظ النمط ده بتقول لي بدات اقفل خلاص مواقع التواصل ديت، اقفل انستجرام، اقفل مش عارفه ايه. بتقول لي احباطاتي بقت اقل، تفكيري السلبي ان انا متاخره قل، فبقيت عارفه امشي في طريقي اكتر. فكل ما لاحظت نمطك السلبي ايه هو اللي بيوقعك، وايه اللي بيخلي ايه التريجر اللي بيحفز النمط ده، وبطلت الحاجات دي، صدقني فترات الانتكاس تبقى قليله قوي قوي. ورجوعا بقى للنقطه بتاعتي اللي انا بقول لكم عليها، ان انا ما كانش عندي صبر ديت، ولسه لحد الان بشتغل عليها الحته دي. طب عشان اعالجها كنت بعمل ايه؟ بدات اقرا واسمع عن سير الانبياء والصحابه والمشاهير اللي وصلوا بعد مرار، بعد تعب، بعد شقه. مفيش حد وصل لقصه كبيره وحاجه كويسه في حياته الشخصيه او العمليه الا لما صبر واشتغل كتير. ورجعني الامر لحته ان احنا بقينا بنيأس بسرعه، مش زي زمان واحنا صغيرين بنفضل نحاول في الشيء مرارا وتكرارا لحد ما نوصل. يعني احنا ربنا سبحانه وتعالى زي ما حط فينا نقاط ضعف، ان احنا بنفتر، ان احنا خلق الانسان ضعيفا، خلق الانسان من عجل، دي كلها عيوب في فطرتنا، يعني ربنا خلقنا بيها، ثغرات معينه ربنا خلقنا بيها. بس ربنا ما سابناش كده، لا، ربنا ادانا على الصعيد التاني حاجات تانية يعني تساعدنا في سد هذه الثغرات، او ان احنا ننطلق في الحياه. كنت مره سمعت دكتور اسمه شريف يونس بيتكلم في الحته ديت، انه من اعظم الحاجات اللي ربنا اداها لنا لسد الثغرات دي هي قدرتنا على الاصرار. ممكن تكون القدره دي بتقل لما بنكبر، لان احنا ساعتها بيخش في حياتنا مدخلات كتير من الاحباطات اللي بنقابلها في الحياه، من الفشل اللي بنفشله ساعات، من كلام اهالينا، من كلام الناس، فبتبدا القدره دي بتحصل لها ضمور. لكن هي في الحقيقه موجوده جوانا، قيمه الاصرار. هو مين اللي خلى الشخص الطفل دوت يفضل يحاول مليون مره عشان يمشي؟ ودي قدره على الاصرار. هل الام، عمركم شفتوا ام تفضل قاعده لابنها لازم اعلمه المشي؟ لا، هو بيفضل يقوم ويقع ويحبي
سبحان الله ربنا فطره على الشيء ده، زي ما ربنا حط في فطرته العجل والضعف والحاجات ديت، برضو اداله في فطرته الاصرار، السعي، المحاوله. فلما نستخدم دي في سد دي، الحياه بتبقى احسن. بصوا هو انا ايه، كاتبه الكلام عشوائي كده، فمش عارفه الكلام هيطلع مرتب ولا ايه نظامه، بس خلينا ايه نقول اجمالا الحاجات اللي احنا قلناها، ان كل واحد فينا من قبل ما يحصل له الانتكاسه او الاحباطه اللي هتحصل له دي، لازم يكون عنده خطه واضحه للانتكاس. وانا الخطه ببساطه شديده عشان خاطر ما تحسوش ان الامر معقد، هو هتطبقوا الحديث النبي عليه الصلاه والسلام قاله، لو طبقناه هنرتاح. اذا انا فترات الانتكاس اول حاجه هتقبل دوت تقبل شديد، لان كلنا بنمر بده، ربنا خلقنا كده بنبقى كويسين ساعات وننتكس ساعات. فاول حاجه التقبل، مش هقعد اجلد في نفسي والومها انت ليه كده، انت ليه كسوله، انت مش عارفه ايه، لا كلنا بيحصل لنا الامر ده. ده رقم واحد، التقبل الشديد. رقم اتنين هي التمسك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الاعمال الدينيه البسيطه اللي تخليني اون تراك، اللي هي ايه، الصلاه طبعا، قراءه القران، اختار السوره اللي انت عايزها تقرا فيها ايا كان ايه اللي هتقراه، ايه تاني، اذكار الصباح واذكار المساء. الثلاث حاجات دول اهو، اذكار الصباح واذكار المساء، وتقراها وانت حاضر ذهنيا. لما تقرا ادعيه الصباح والمساء وانت حاضر ذهنيا، قلبك حاضر مع ربنا سبحانه وتعالى، بتحس بطمأنينة وربنا بيستجيب لك. لكن انت بتقول وانت مش دريان بتقول ايه، يعني الله اعلم وربنا ان شاء الله يتقبل، بس تاثيرها ابدا مش زي تاثير انت بتقولها بقلب حاضر، بقلب بيقول الكلام بقلبه وبلسانه وبعقله. اوكي، يبقى التقبل للحاله دي عشان كلنا بنمر بيها، من احسن حد لاسوأ حد فينا في الحياه بيمر بيها. 2 الصلاه، تمسك بالصلاه. 3 قراءه القران. 4 اذكار الصباح والمساء بذهن حاضر، mindfulness كده اثناء الايه، اثناء قراءه اذكار الصباح والمساء. 5 حاجه، انزل من المكان اللي انت فيه، اطلع بره الاوضه اللي انت قاعد فيها، انزل اتمشى، انزل قابل حد من صحابك، مش مهم ترجع سعيد ومبسوط، مش مهم، المهم انك تغير المكان اللي انت حسيت فيه بالانتكاسه. وده امتثالا لامر النبي عليه الصلاه والسلام برضو، لما كان هو والصحابه كانوا طالعين غزوه، باين مش متذكره قوي الحدث، وفاتتهم صلاه الفجر. اول حاجه النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ايه، تحولوا عن المكان الذي اصابتكم فيه الغفله. دي قوانين يا جماعه، دي قوانين في الحياه بتريحنا ونخلص. فانا دلوقتي الاوضه اللي انا قاعد فيها دي مكتئب، قاعد فيها وقافل الستاير وحالتي بؤس بلا، اعمل ايه؟ اطلع من الاوضه، البس هدومك وانزل، انزل الشارع، اقعد في الشارع، اقعد قدام السوبر ماركت. المهم ننزل، نتحول عن المكان اللي احنا مكتئبين فيه وقاعدين. مجرد الحركه دي بتغير المشاعر. طول ما انت في حاله حركه، كل ما سبحان الله الدم نفسه بيجري بطريقه مختلفه في الجسم، نفسيتك هتتجدد. وبس، يا رب اكون النهارده فدتكم. حاسه ان انا قلت الكلام بشكل عشوائي لان انا مش مرتباه زي كل مره. المهم يعني لو عندكم اي تيبس اند تريكس بتطلع الواحد من الانتكاسه، اكتبوا في الكومنتس عشان كلنا ايه نستفيد.